يعني انا كنت في الماتش، كنت معايا اتنين اصحابي في الماتش، واحد اسمه صبري وواحد اسمه عمرو. طبعا احنا بنروح بدري قبل الماتش عشان ده بيبقى ماتش الاهلي زي ما احنا كنا متعودين ان احنا بنروح بدري عشان بيبقى في زحمه وكده. فيقوم عدوا عليا عند البيت ونزلنا حوالي الساعه 1 كده بعد الظهر ورحنا الماتش عادي. طبعا كان في حاجه غريبه ان احنا ما قابلناش، كان زي ما احنا متعودين تفتيش تفتيش والتذاكر، حتى انا كان معاك الصبر دخلت وفكرت فيه قبل ما اخش في التلفزيون قالوا ان هم قالوا لنا كان في عامله مسابقه او اكثر في المباراه. انا كان معايا رقم تليفون موجود معايا طبعا التليفون بعد الماتش او اكثر من الماتش او اما بعد الجول الثاني هي بالضبط 89 قبل الماتش يخلص حوالي دقيقه. حاولت نقرب من الباب عشان نشوف الناس اللي معايا، طلعنا احنا بره في المسجد من باب الفرع، طلعنا احنا بره عند شهر الامبراطور. قعدنا اتكلمنا مع الناس زعلانين ليه؟ زعلانين ليه؟ مالكم متجوزين عشان انتم القاهره عشان نكتب لكم؟ قالوا لنا لا عشان في جوه في الاستاد واحد مات. قلنا لهم لا طبعا الكلام ده كلام اعلام، وبعدين القانون في المدينه ديت المذيع بيحاول ان هو يزود الكلام احنا بالسايت. قالوا لنا لا ده في واحد مات فعلا. المهم ما خدتش الدنيا معاهم انهم كانوا زعلانين. خدنا بعضنا قعدنا في الكافيه اللي هو قريب برضه من الاستاد، وقعدوا كنا مبسوطين ان احنا كسبنا النادي الاهلي. يبقى واحده ما كانتش فعلا ان في حاجه في البلد بتحصل او في ماما بتحصل. واحد في 2 في 3 في 4 في 10 لحد ما بقوا 270 واحد ميتين. طبعا احنا بنتفرج او بنشاهد او بنسمع الكلام ده من خلال التلفزيون. طبعا احنا كنا اول ناس زعلانين وكان نفسنا نعرف مين اللي بيعمل كده. فطبعا لان الناس دول ما هماش من بلد ثانيه او من دول زينا زيهم. بعد الحكايه دي ب4 شهور بالظبط انا طبعا كنت شغال في الفتره دي في تحت البيت عندي المحل بتاع لبن. لقيت صاحب المحل هو صديق لي اسمه احمد، اتصل عليا وقال لي ان في ناس من اسم الناس كده بتسال عليا. فرحت ليه وقلت له طب الناس دي انا هتوصل ليه ازاي؟ قال لي هو في واحد اسمه الكابتن محمود ساب لك الرقم بتاعه وبيقول لك يا ريت تكلمه. فعلا ده اللي حصل، خدت الرقم بتاعي قال لي ايوه رحت عند البيت قال له والله انت دلوقتي موضوع موضوع الاسلام موضوع الاسلام ده الشهر الوقت موضوع الاسلام الشهر وانا كان المحاسب عام او وانا نبني رأي المحامي عبد الشغل بتاع عمرك عند مكتب وقالوا لي ان المحامي العام طريق الموضوع كان كده طبعا استاذنت البرشا دي في مصر ودخلت جوه مكتب الاستاذ المحامي العام. بعد 5 دقايق طلعنا على طول وهي دخلت انا وصبري اللي كان معايا في الماتش. فدخلت لقيت جوه حاجه غريبه بصراحه. دي واحد من الصور اللي احنا نعرفهم شخصيا ده تقريبا في الدكتور هو اسمه محمود زين محطوط فيه الكلاشات ومتهم قضيه. طبعا انا لقيت تقريبا الراجل زي ده احنا كنا بنعمل له حساب لان ده يعني معروف بالنسبه لنا لما واحد جرى الفلوس طبعا اي شاب زي مثلا هو الفلوس كان منظر غريب ان هو قاعد محطوط في نفس فيه. وطبعا انا بقى حاجه غريبه. دخلت السلام عليكم وعليكم السلام اين السلام هو قلت له والله حضرتك انا بعيد اخر الدفاع مني لا الكلام ده هو ما كانش عندي اي حاجه. بعد كده طبعا بعد الدفاع على قدر الفتره خايف من الناس طبعا خلاص يعني استغربت
في حاجه ما تحصل. صاحبي اللي كان معايا ليه يعرفها قبل محامي ان عندنا في الشاب الحمد لله بس كنا على بعد اذنك نقابلك وحكينا له حكينا له الموضوع. سؤال طبعا غلط ان انت حاجه بس هي دي الفكره غلط بالنسبه للصراحه انا يعني ورحت الناس طبعا ورحت للقسم دي قال لي طب بس نروح عند المحامي العام نتاكد ان كان طلع لك الاستقامه نفسه واخبار الكلام اللي انا بتكلمه ده بالظبط صار في الصدارات اللي مصر مرة الحمد لله اختار ان انا اقف بره المكتب او بقيت شويه عن المكتب حتى ما اشوف اللي بيحصل داخل جوه راجع كفر الاخبار طبعا الحمد لله ما فيش مدرب في الارض نفس الاخبار. فانا فكرت ان هو طبعا جاب لي الصوت وخارج وقلت له خير قال لي لا خير بس يا ريت ان انت هتجيب فينا تاني قال لي ان انت بتعمله ده وانت كده غلط. كان بيحاول ياخد الناس في الشارع وانت دلوقتي كمان انا فعلا عملت جبت وصير انا بصر بعد يعني قريب او قريب من الكتاب اصلا يعني قريب من بعد ما انا كنت موجود في المحامي العام بشهرين. حاجه غريبه حصلت لي. كنا يوم جمعه وكنت رايح فرح واحد صاحبي بالليل انا معايا عربيه طبعا صاحبي كان يعني مش كنت رايح ان انا اروح معاه بالعربيه. فاذا مباحث المناخ طبعا ضابط في المناخ والرجاله اللي معاه سيبوا منهم عليا واخدوني بطريقه وحشه جدا من القهوه. طبعا الناس في القهوه صحابي ما قبلوش ان الناس ياخدوني كده تصوير. حاولنا نتفطر قبل ما ياخدوني ما فيش اي كلام. الضابط كان محترم معانا في الكلام وقال ان هو ما يعرفش ان ده امر من النيابه ان هم عايزين او في اوامر على الضابط دوت ان هو يجيبني. فعلا انا اتجوزت معاه واحنا عند الاسم طلعت عند الاسم طبعا لما طلعت حسيت ان انا عنصرة مش عارف لان كان في قبلها خلال فترة كده الناس كده بتخطط مش مظلومين الشارع وانا رحت الاسم اقل من ربع ساعة انا قاعد بره والاستاذ الضابط احمد زين كان قاعد بره في المكتب وراجع على طول بعد حوالي 7 دقايق وقف قدامي التليفون بتاعه كان بيتكلم ومع احسن منه قال له ايوه موجود قاعد قدامي تمام. انا كنت قاعد قدام الضابط اللي هو امشيه ازاي يا باشا خليتني اروح اجيبه ان انا امشيه ماشي يا باشا. فقفل التليفون وبص لي بصه غريبه وقال لي امشي. قلت له مش يا باشا وانا عايز اعرف انا جاي ليه. انا البطاقه اللي معطيه حضرتك دي انا لقيت البطاقه اللي انا كنت جايبها عند المحامي العام مع رئيس المباحث او مساعد رئيس المباحث اللي هو احمد زين. حضرتك هتمشيه كتر خيرك بس البطاقه قال لي لا البطاقه انا ما كنتش هتمشي البطاقه اللي هتبقى منك الاولى ايه الانتهاء او بص انا هعمل فيك جميله اكنك ما كنتش البطاقه واعمل بدل فعل. بالفعل دي ثاني مره ان انا انزل بوصل من عندي مسؤول لا يعني مسؤول لو انا مسؤول او في حاجه مسؤول اللي هو ما كنتش خليني يرجع فعلا كنت مره من مره جبت من حاجه الايام وانت مساعد الموضوع ده هو اللي حصل لي حاجه واحده 4 ايام ممكن 20 او 20 عليا المخبر حتى المحمود صغير قطر عليا ايضا محمود الصغير قال لي مش عندنا بضاعه جابها لي في الدكتور البضاعه ده حضرتك كانت عايزه المحامي العام والضابط اللي مع حضرتك قال لي خلاص انا مش قال لي لا تعالى عليا وكلها. طبعا انا قلت انا حسيت ان في حاجه غريبه جايه على الحكم 4 ايام واحنا انا واصحابي من الدفعات كنا مستنيين لقيت ان انا بصلت ان انا اروح الاسم قبلها برضه فعلا ده اللي حصل. اديك الكابتن محمود لقيت فعلا البطاقه كتير اداني البطاقه خدت البطاقه وقال لي مفيش حاجه ما تقلقش انت معلش اي حاجه لو كان عليك اي حاجه انا مش هاجي حد هناك بلا البطاقه تمام. انا خدت البطاقه ومشيت. دي ساعات الخطوه لقيت نفسي بتنادى عليا بالاعدام. حاجه غريبه ان انا طبعا بتنادى عليا بالاعدام بعد مش عارف اقول لكم يعني يا ريت انا واحد رحت عند المحامي العام ورحت الاماكن المسؤوله وموجود في الشارع وانا بتقول على ان انا متهم وان انا هربان. انا مش متهم وانا مش هربان انا موجود في البلد بتكلم مع الناس في البلد واللي خلاني انا اتكلم ان انا هرب. فيا ريت بس انا بشوفكم لو انتم هتطلبوا في حاجه تعرفوا منها طبعا احنا بنتكلم
لان انا الموضوع بقى بدأ هو اصلا كلام الحديث ان احنا يعني انا بحكم التعبير الواحد بحكم ان احنا نسال كل الناس اللي موجودين ده، وان شاء الله نعمل وصول